مرحبا بكم اليوم الناس كل في راديو بلي سي ام. بالطبيعه قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناه باش توصلكم اخبار تونس لحظه بلحظه. كشف عميد شبكه المدونين الاحرار وعضو مرصد الشفافيه والحوكمه الرشيده السحبي العمري في تدوين نشرها على صفحته الرسميه بالفيسبوك بانه تم منذ قليل القاء القبض على القيادي بحركه النهضه السيد الفرجاني وحمادي الجبالي في قضيه التآمر على امن الدوله. زاد نزل السحبي العمالي زوج تدوينات قال فيهم ايقاف حمادي تفجيرات مع عصابه مجموعه جرذان سيدي بوسعيد، الوعكة الصحية لن تنفعه للنجاة من الورطة. والتدوين الثانية قال البحث يجيب إيقاف السرجان شوالق النهضاوي السيد الجرجاني مع مجموعة عصابة جرذان سيدي بوسعيد. ويذكر بأن عوان الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المس بسلامة التراب الوطني ببشوشة في إطار الأبحاث المتعلقة بشبهة التآمر على أمن الدولة الداخلي تم إلقاء القبض على القيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاسي إطار متقاعد من الجيش الوطني وسفير تونسي سابق ورجل الأعمال المثير للجدل كمال الطيف والنهضاوي خيام التركي ونجيب الشابي وعصام الشابي والمدير العام السابق الأمن الوطني سامي الهيشري. إن شاء الله نكون ما طولتش عليكم. بالطبيعة ما تنسوش تعطوني رأيكم فيما يخص الموضوع هذا، وهكا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.